أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بعد النهاية، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن مراحل الحياة. أغلبنا دخل في علاقات وخرج منها وهو مش عارف هو كان بيعمل إيه في العلاقة دي. في منا اللي عارف يعدي ويخرج منها، وفي اللي شايف كل الريد فلاجز وقاعد مكانه ومش عارف يخرج، وفي مننا اللي عمال يبكي على الأطلال. ركزوا معايا في الحلقة دي عشان هتكلم فيها عن العلاقات، هناخدها من أولها، هنحاول نحل العقدة سوا علشان يمكن بعد النهاية نعرف نبدأ صح. رحبوا معايا بدكتورة آلاء عبد المحسن، أخصائي نفسي هيساعدنا عشان نعرف أكتر عن العلاقات وعن نفسنا وهدفنا من كل علاقة بندخلها. ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ انت عاملة ايه؟ نتكلم النهاردة عن العلاقات، أكتر حاجة شغلة البني آدمين، لأن البني آدم هو كائن اجتماعي مخلوق علشان يعمل علاقات ويكون جزء منها. عايز أسألك كده، ايه هي العلاقة المؤذية؟ العلاقات المؤذية قبل ما نتكلم عنها تعالي نعرف الأول هو ايه العلاقات الصحية. العلاقة الصحية والعلاقة المؤذية كتير قوي بنقع منها في فخ احنا بنكونش عارفين هو احنا في ايه بالظبط، انا كده مع شخص مؤذي ولا انا كده في علاقة صحية. العلاقة الصحية خليني ببساطة كده ان انا افسرها لك، ان انتي بتحسي ان رتم حياتك ونفسيتك ماشي بشكل اهدى. ده مش معناه ان بيكونش في بينكم مشاكل، لا بالعكس، ممكن يكون في مشاكل، بس جودة حياتك نفسها، يعني جودة حياتك او علاقاتك الاخرى، جودة حياتك في الشغل، علاقاتك مع أصحابك مع أهلك، قادرة أن أنت تمشي فيها بشكل مستقر. شايفة أن العلاقة اللي أنت فيها دي بتضيفلك، أنت حاسة أن أنت سعيدة، حاسة أن أنت مبسوطة فيها، حاسة أن هو لا أنا مش محتاجة أن أنا دايما أثبت نفسي أبرر نفسي، محتاجة دايما أن أنا في حالة من الدفاع عن النفس. ده اللي بينقلنا بقى للعلاقات المؤذية أو العلاقات المرهقة، بيكون فيها العكس تماما. امتى العلاقة تبقى مؤذية وخطر على البني آدم؟ العلاقة لما تكون مؤذية وخطر على البني آدم، شفتي وانا بقولك العلاقة الصحية تشوفي عكسها بقى تماما. انتي في حالة من حالات ان انا مش عارفة امارس حياتي، انا حاسة ان انا انعزلت عن بقية البني ادمين، حاسة ان انا مش نفسي، حاسة ان انا تهت في العلاقة دي، ما بقتش ولا فهماني ولا فاهمة العلاقة دي صح ولا غلط، حاسة ان انا تايهة في الرحلة دي مع الشخص اللي بيأذيني. لان الشخص اللي بيأذيني او العلاقة المؤذية بتغيرنا كتير. يعني انت هتلاقي نفسك او صحابك يقولولك ايه ده، انت كنت قبل كده ما كنتيش كده، مالك يا بنتي انت كنت على طول بتضحكي، كانت الضحكة ما بتفرقكيش. اللي حواليكي نفسهم ملاحظين، بس انت جواكي لا لا لا، بس ضغوطات الحياة، عمالة تبرري لنفسك ان الموضوع روتيني، يعني طبيعي ما فيهوش اي ضرر. وده مش ان هو ايه اسبوع او 2 أو 3، لا انت بقالك فترة كده. فالعلاقات المؤذية بتاخد مننا أكتر ما بتدينا، هي دايما بتستنفذ طاقتنا، دايما مؤثرة علينا بشكل كبير جدا. وهناخد يعني هنتكلم مع بعض في علاقات مرهقة وعلاقات بتوصل ان هي تكون مؤذية، لا مظبوط. هي في أذى رهيب تخللت لمشاعري ولسلوكياتي، ومؤثرة على جودة نومي، مؤثرة على أكلي، مؤثرة على تفكيري، مؤثرة على شغلي. هي بس يعني ما تخطتش المشاكل اللي ما بيننا في العلاقة، لا هو حياتي عامة تحسيها ان هي اتأثرت كلها. مظبوط. طب ده بقى هيخليني أسألك سؤال مهم جدا، ليه إحنا بننجذب لعلاقات مع شخصيات تكون تقيلة أو شخصيات تكون مش سوية نفسيا؟ حلوة قوي السؤال ده هنقول جدا. تقيلة دلوقتي بس إحنا نقصد بيها أشخاص مش سوية. بالظبط، دايما يقولك ايه، انا يعني حتى يجوا في الجلسات، بص يا دكتور انا ما بقعش الا مع الشخصيات دي. مظبوط. الراجل التقيل الصعب. حتى الدراما عندنا صورت لنا ان الشخص الكاريزماتيك ده الشخص اللي هو دايما ايه ما بيهتمش بحد، دايما ايه الولد التقيل. خليني ابسطها لك ببساطة. العقل بيترجم ان الشخص اللي هو تقيل وصعب على انه هو شخص يعني ليه قيمة عالية قوي، ان هو شخص مش سهل ان انا ابقى مش سهل ان هو يبقى معايا، فبياخد مني دايما مجهود ان انا ابذل طاقة ومجهود ان انا اقنعه بيا، ان انا احسسه ان انا استحق ان انا ايه، ان انت تلتفت الي او ان انت تكون موجود. الشخصيات الصعبة كمان بتكون يعني مش عايزة ان انا احصر الشخصيات الصعبة في النارسيسستك بيرسوناليتي او ان هو شخص نرجسي، ولكن لو وقع كمان مع شخص نرجسي، الشخصيات دول بيلعبوا لعبة رهيبة جدا. دايما مخلي الشخص ان هو يعني ups and downs على طول. يعني بنسميه ان هو بيكون بينجح جدا ان هو يعمل حالة من حالات الاشباع النفسي الرهيبة، مطلعها 7 سما
بيشكر فيها جدا، بيتكلم عليها بطريقة إيجابية جدا، بعدها تلاقيه بيختفي، مش بيهتم، مش بيتكلم. فبنسميه أكنه إيه، عارفة الرولر كوستر كده، أو اللعبة اللي هي بتبقى بتنزلك أقل حاجة فجأة تطلعك، فاهماني؟ فده بيكون شكل العلاقة. لذلك بتدخل معانا كمان في حاجة اسمها العلاقة الإدمانية. ده اللاف بومينج، صح؟ ان هو يعمل صح، ممكن يكون لاف بومينج في الأول، بس بعد كده ان هو تلاقيه ان هو بينسحب عاطفيا من العلاقة. وده بقى اللي بيخلي العلاقة تكون قوية جدا، ان انت بتبقي مش فاهمة هو الشخص ده كويس فعلا باللي هو حلو الحاجات اللي هو ادهالي، ولا هو بيعمل الحاجات التانية دي بتأذيني، أو بيختفي، أو ما بيردش، أو إن هو شوية متاح وشوية مش متاح، شوية يخليني واثقة في نفسي أوي، شوية يخليني ما بثقش من نفسي. الناس لما بتسمع أصلا جملة العلاقات المؤذية بتفتكر إن هو طب الشخص اللي هناك ده هو قاعد ليه، أو إن هي فاكرة بتكون إن العلاقة دايما بيكون فيها ألم أو مؤذي. لا، الشخص المؤذي بيسعى دايما إن يصيب ضحيته عندها تبريرات ليه. يعني هو بيدخل جدا من مناطق ضعفك، بيعرف انت كان ناقصك ايه بالظبط. لذلك التوكسيك او النارسيستيك بيرسوناليتي في الاول بيسمع قوي، بيسمع بدقة وبيحلل اللي قدامه بوعي وحرص قوي، وهيدخلك من نقطة ضعفك. البنت اللي حاسة دايما ان هي قوية وشخصية ان هي بيعتمد عليها ومفيش حد دايما معاها، تلاقيه هو الجدع جدا معاها، دايما اللي حاسسها ان انا في ظهرك وان انا معاكي، تلاقي له دايما كده لقطة يعمل معاه موقف ياخد اللقطة، فهي تحس ان هو منقذها بدل ما هو الشخص المؤذيها. فهي هو طالع بالنسبة لها ده المنقذ بتاعي، ده مش شخص بيأذيني. ولكن لو شافت العلاقة كتوتل هتلاقي اصلا هو ما كانش متاح، ده هو يعني بيسيبني يسيبني 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 يسيبني، ويجي كده موقف ياخد فيها اللقطة قد ايه ان انا كنت جدع جدا وواقف معاكي جدا، او مغذيلك شعور معين، تمام، بعد كده بيختفي. بنسبة كام في المية الأعراض دي بتبقى موجودة عند الذكور مقارنة بالإناث؟ النارسيستيك بيرسوناليتي علميا بيكون الاضطراب في الرجالة أكتر من الستات. ده الشخصية النرجسية، تمام؟ يعني ده مش معناه ان الرجالة معظمهم هم النرجسيين أو كده، ولكن ممكن يكون بالطابع البشري أو التربية، خلينا نقول التربية برضو في الحياة المصرية أو العربية هي بتنمي النوع ده في الراجل أكتر. وبرضو في أمراض عندنا مثلا زي البوردر لاين بيرسوناليتي أو اضطراب الشخصية الحدية بتكون موجودة أكتر عند السيدات من الرجال. فاهماني؟ هل بقى الستات اللي بينجرفوا في نوعية من العلاقات دي، هل هم بيبقى عندهم جرح جواهم فبيخليهم يبقوا يعني ضحايا هذه العلاقات؟ عظيم جدا السؤال ده، لأن السؤال ده هيدخلنا في نقطة حلوة جدا. ايه هي؟ احنا بنكون فاكرين ان العلاقات المؤذية ان في دايما طرف هو اللي مؤذي والطرف التاني صحي وسليم تماما. اللي بنكتشفه ان دخول اصلا شخص علاقة مؤذية هو نفسه عنده جرح، هو نفسه مش سليم ومعافى 100%. عشان كده دايما هو بيكون ان العلاقة المؤذية دي هم طرفين، بس هو طرف بيكون مؤذي ومضطرب، وطرف تاني بيكون في عنده حاجات هو مشتغلش على شخصيته فيها، فبيكون عرضة اكتر انه يتأثر بقى ايه بالنرجسي او بالمؤذي او بالامر ده، لانه هو بيلمس طبعا عنده جرح من الطفولة. تعالي ندي مثلا لو انا بنت دايما انا متعودة ان والدي اتربيت مع اب يعني دايما مش مهتم بيا شوية، دايما انا اتكلم معاه هو دايما عنده حاجة اهم، شغله اهم، حياته اهم، كل ما اتكلم هو انا رأيي مش في محل الاهتمام دايما، فدايما ان هو بكون بسعى ان انا ازاي اكسب انتباهه او ان انا اكسب ان هو يكون موجود. فاهماني؟ البنت مثلا اللي اتربت مع اب بالشكل ده دايما هتلاقيها بتقع في علاقة بشخص نارسيستيك او انه شخص مش متاح عاطفيا، يا شخص نرجسي، يا شخص مرتبط اصلا هو مش موجود ومتاح على طول، يا شخص دايما بيحسسها ان هي مش انف. هي دايما بتعيد جرح الماضي ده في ان هي بتعيد تخليق علاقة فيها نفس السمات اللي كانت في الاب، مش زيه تماما، ولكن فيها جرح التجاهل ده، ان هو في دايما ان هو مش مكترث بيه. بتجيب شخص اناني، شخص هو دايما مهتم بنفسه اكتر، وتكون عايزة تحب النمط ده، عايزة تاخد الحب من الشكل ده بيرضيها اكتر، وده بيخليها يعني بيفلفل حاجة كده عندها من الماضي، فبيحسسها ان هو انا
انا اتشفت، انا اتحبيت من النموذج ده. ولكن اللي بنتصدم فيه من الآخر إن النتيجة واحدة. انتي لما بتروحي ترتبطي بشخص نفس النموذج، إن هو ما بيهتمش إلا بنفسه، أو إن هو دايما متمحور حوالين ذاته، دايما هو عنده حاجات دايما أهم، وإن هو دايما مش يعني مدي الأولوية كلها لنفسه، وتكوني عايزة تتحب من النموذج ده، للأسف بتلاقي نفس النتيجة، نفس الأمر. هو برضو ما انتبهش إليكي، أو هو مش شايف حد غير نفسه. فبيرجعوا من الأمر ده يحسوا إن هو كان المشكلة فيا، أو إن أنا عمر ما هتحب، عمر ما حد هيديلي الاهتمام. ولكن هي الفكرة مش إن هي عمرها ما هتتحب، هي هتتحب، ولكن لو بطلت بتدور على الجرح بتاع الماضي أو النموذج. لأن خلي بالك ده بنعمله بطريقة مظبوط. يعني هي احنا مش بنروح إن هو يلا أنا هدور على حد في أنا اتجرحت منه قبل كده، أو نفس جرح الأب اللي عندي فأنا هروح ارتبط بيه. ده بيحصل بطريقة لا واعية جدا. لذلك الشخص لو مش فاهم نفسه، مش بيحلل قراراته، مش بيفهم الباترن بتاعه في اختياره للشخصيات، هتلاقيه دايما داخل في سايكل من العلاقات المتكررة اللي بتنتهي بنفس الكلوجر. طب ده هيخليني بقى أسألك سؤال تاني، هل ده بيبقى سبب إن في بعض السيدات بتحب دايما تخش في علاقات مع أشخاص غير متاحة، مرتبط، متزوج، خاطب؟ شفناها بقى في السنين الأخيرة بطريقة أوفر جدا جدا جدا، وما بيكونش شايفين لها الشخص اللي من بره، بيكون مش شايف لها تفسير. طب هي ليه راحت للمتجوز، راحت للشخص الخاطب؟ قبل ما نجدج على حد ونقول ان ده قد ايه هي خطافة رجالة وشخص سيء، وده قد ايه ان هو ده كذا، تعالي نفهم ماهية الامر وتفسيره اصلا من البداية. لان الموضوع ما بيكونش بالشكل الساذج اللي احنا بنشوفه من بره ده. الشخص اصلا لو هو مرتبط خاطب او متجوز، هو عشان يدخل على ضحيته الجديدة او يدخل على البنت اللي عايز يقنعها بيه، بيكون بشكل خطوات مدروسة جدا. هو في الأول بيكون دايما يعني في مساحة من الكلام، يعني مثلا لو زمايل في الشغل، فدايما هو بيهتم بيها بطريقة أوفر، مركز معاها دايما. إيه ده انت تعبتي تعالي أوصلك، إيه ده انت تعبانة كلتي شربتي روحتي، إيه ده انت تعبانة بعملك حاجة دافية عشان. فبتحس ان البنت ان هو كير قوي، وان هو مهتمة قوي، وهي سنجل برضو عندها احتياجات عاطفية، فهي مش فاهمة. فكل شوية تقول لا بس هو مرتبط، أكيد نيته سليمة، بس هو مرتبط بس، فهماني؟ مرة على مرة بيبدأ يدخلها في تفاصيل روتينه أكتر، في حياته أكتر. لا أصل خطيبتي دي نكدية، أصل هي بتاعت مشاكل كتير، الواحد مش مرتاح خالص. أنا برتاح معاكي قوي في الكلام، بس انتي غير خالص. تصدقي أنا أول مرة ألاقي حد يفهمني قوي كده. تصدقي إن انتي شخص لا دماغه غير، انت شخص دماغك كبيرة جدا، وأول مرة ألاقي الطلاق هنا نقع بقى في الفخ. البنت تبقى هو في البداية ان هي مش عايزة، يعني في بعض احنا بنفسر الناس اللي هم البنت الكويسة افتراضا البنت السليمة اللي هي بتكون مش داخلة ان هي ترسم عليه او الامر، فبتلاقي نفسها في فخ بقى ان هو انا ايه اللي جابني هنا بقى. فبيبدأ مرة على مرة تجاوزات، وصلتك روحتك، بقينا نتكلم كتير مع بعض، بقينا ده وريني صورتك، بقينا بنتكلم في التليفون كتير، كلمة على كلمة، ده بقينا ندخل في كلام سيكشوال اصلا. طب اتعلقت، طب الموضوع اخره ايه واوله ايه، فهماني؟ فبتلاقي ان البنت بدأت ان هي تبقى في حتة هي في نص الطريق، فبتبدأ ان هي بقى بتكون مش عارفة اكمل وخلاص، هو مش مرتاح معاها ويكون هيجيلي، ولا هو بيجيلها ولا حاجة، ولا ان انا هفضل ان انا المفروض ان انا امشي وواجه الوحدة بتاعتي. ده افتراضا ان انا بقولك ان الامر طب الناحية التانية اللي بيقولوا عليها خطفت رجالة، انا مش مقتنعة ان في حاجة اسمها كده، بس يعني الناحية التانية تعالى نقول ان البنت دي بطبعها ان هي ما بتشوفش الا نفسها وهي عايزاه. في بعض الناس، وللأسف بقينا في الحياة السريعة اللي عايزين دايما ننجز، عايزين دايما نحب، عايزين دايما نرتبط. ففي بعض البنات أو في بعض الناس، سواء على فكرة بنت أو راجل، هتلاقيه ممكن بيعمل ده. هي بالنسبة لها مثلا الراجل المرتبط ده راجل جد، راجل مش بتاع هزار، راجل هو اصلا اوريدي مرتبط، يعني بيتجوز، يعني بيخطب. اذا انا مش هدخل بقى مع الهسل بتاعت ان هو يلا هتيجي تقابل ماما امتى، يلا لا هو هو جاهز، هو هيرتبط على طول. بتكون واقعه في فخ ان هو زي ما بيقول لك هو المرتبط او المتجوز عند البنت دي عليه كده سكر،
يعني هو كان سنجل كان جميل محدش بيعبره، اول ما ارتبط بقى دي ودي ودي ويتكلموه. ليه؟ لان هو بالنسبه لها بقى شخص سيريس، بقى ليه اهميه اكتر. خلي بالك برضو من نقطه، الشخص اللي مش واثق من نفسه تمام دايما يحب يدخل في التحدي ده، يدخل في المقارنه. انا اخدت حد منك اذا انا احسن منك. كنت لسه هقول لك مش بس كده، هي بالظبط. بتبقى في حته مقارنه. الفيك ايجو او الفولس ايجو، ان هو بياخد الايجو بتاعه او كبريائها او الثقه بالنفس من التحديات دي. ما دام انا اخدته منك فانا هو حبني اكتر منك، انا ريحته اكتر منك. ده بيكون طبعا حاجه بشكل وهمي يعني. هل ده بقى موجود اكتر عند الستات ولا موجود عند الستات والرجاله اللي هي الروح التنافسيه؟ لا دي موجودة عند الاتنين. أوكي. يعني أنا شفناها في العيادات هنا وهنا. هي تلاقي إن البنت دي رايحة، بس بيختلف بقى يعني البنت اللي رايحة الراجل مرتبط أو متجوز زي ما أنا قلت لك إن هي عايزة تخلص من زن ان انا بقى مش متجوزه، او ان انا كده هيقولوا عليا انا بنت بايره بقى، او امها اللي بتزن عليها كتير يلا اتجوزي يلا اتجوزي، او المجتمع. فهماني؟ هو المجتمع هيحطها تاني في حته ان انت زوجه تانية. هي بقى بالنسبه لها ده وجعه اشد عليا من المجتمع تحطني في زوجه تانية ولا زوجه تالتة. انا المهم ان انا اخدت اللي انا عايزاه. المهم ان انا اخدت الراجل ده، الراجل اللي بالنسبه لها مميز غني بيحب بيهتم، ولكن اصلا ما بياخدوش اللي هم عايزينه، بيكونوا حاطين وهم نفسهم ان انا هاخد ده. لذلك انا دايما في الجلسات اقول لهم كلمه، اقول لها رهني على الصفات، ما ترهنيش على الحب اللي هو بيحبهولك، رهني على صفاته. هو مع مراته الاولانيه دي عمل ايه؟ هو مع حبيبته وخطيبته بيعمل ايه؟ هيعمل معاكي نفس اللي بيعمله بالملي بالزبط. لكن احنا بيكون عندنا الفولس ايجو، انا غير، انا هخليه ما يعملش ده، انا I can fix him. فبنقع وقعه لذيذه جدا يعني. ليه؟ هو صفاته هي اللي باقيالك، انت بتكوني فاكره ان هو لا انا غير، انا هصلحه. ده هي اللي كانت مشكله فيها. المشكله لو كانت فيها كان هو راجل حقيقي كان سابها بكل مواجهه ومصداقيه وراح يعني لما هو حل المشكله بتاعته وسابها وتعالج وبقى سوي نفسيا، وابدا ان انا ادخل في علاقه جديده، مش بموف اون وانا معاكي وبعد كده اصل انت اللي كويسه وهي اللي وحشه. ده كله اشكال من اشكال التلاعب والنفسي، وبتكون كلها مسكنات عشان هي تصدقه، ولا اي حاجه بتحصل من الكلام ده. نتكلم على أشخاص بيخشوا في علاقات مستحيلة أو علاقات complicated على أساس إن هم عايزين يرضوا الإيجو عندهم. في حتة تانية، هل ممكن تكون الستات دي أصلا مش عايزة تكون في commitment أساسا، فبتروح لشخص هو committed عشان هي عارفة كويس قوي إن هو ممكن ما يقدرش commit ليها؟ فهل ممكن مش بس انها تكون بتروح لشخص كوميتد علشان هي عايزه شافت فيه فرصه ان هو يكوميت معاها في علاقه، لا هي عايزه تهرب هي كمان وعندها كوميتمنت ايشوز ومش عايزه تخش في علاقه؟ صح جدا جدا اللي بتقوليه، وبيكون كمان ممكن يحصل بشكل لا واعي. يعني بشكل لا واعي، يعني ممكن تيجي جلسه تقولي انا عايزه ارتبط، انا عايزه احب، انا ليه بقع في العلاقات اللي هي المستحيله دي؟ ولكن هي من جواها هي عندها خوف كبير جدا من العلاقات، خوف من الالتزام. شافت نموذج ابوها وامها اللي مش ناجح، شافت نماذج معينه، هي قلقانه في مخاوف كبيره عندها، فتلاقيها بشكل او باخر الشخص اللي اداها الحب ده وما كانش متاح وكان مرتبط او كان كذا، تكون هي بريحاله بشكل لا واعي او بشكل واعي بقى، وان انا كده كده بتسلى معاه، انا كده كده ان انا عايزه ان انا ان هي بتسميها علاقه عابره. هي عارفه هي عايزه ايه، انا مش عايزه الكوميتمنت، بس انا عايزه اخد منه شويه الاهتمام وشويه الحب وشويه الخروجات وشويه الحاجات اللي بتحصل في العلاقه دي. فبيكون يا اما بشكل واعي او بشكل لا واعي. طب هنيجي بقى من الناس اللي احنا قلنا عليها شويه كومبلكس والناس اللي هي التقيله، هنقول عليها تقيله، دول بيبقوا اكثر كاريزما من الاشخاص الواضحين جدا، الاشخاص السلسين، الاشخاص الجد. ايه احنا وصلنا ازاي للمرحله دي؟ ليه كده؟ ليه ما بقيناش بنقدر الناس دي زي الاول؟ ليه الناس دي ما عندهاش نفس الكاريزما اللي موجوده عند الاشخاص المتعبه المرهقه؟ بصي شفتي وانا بقولك في الاول ان الاشخاص المتعبه او ان احنا العقل بيكون مفكر ان كل لما هتعب اكتر في العلاقه دي او اخلي العلاقه دي الشخص اللي قدامي يحبني، كل ما كان الشخص ده فاليبل اكتر، ليه قيمه اكتر، حس ان انا كده يعني المجهود اللي انا بعمله ده هو اللي مخلي العلاقه تكون كويسه. احيانا لو انا مضطربه ما اقدرش اشوف العلاقه السويه كويسه، احس ان ايه العلاقه الممله دي،
ايه الشخص اللي بيكلمني ومهتم وان هو الحياه ما فيهاش مشاكل معاه، احس ان في ملل بقى. انا اتعودت على الشكل الادماني بتاع العلاقات. الشكل الادماني بتاع العلاقات اللي هو بنسميه ان هو بيكون فيه دوبامين هيت كده، وبعد كده ان هو يكون فيه كورتيزول كتير وقلق وحزن وغضب، وبعد كده ان هو يرفعك 7 سما. انا متعود ان هو المفاجاه جايه لي منين، الشخص ده بيحب ولا بيكره، بيعمل ايه، مخلي في دايما مايند جيمز في دماغي. لذلك الشخص التوكسيك قلت لك هو بيتعمد ان هو يعمل الامر ده. ناس كتير تقول طب ما هو لو توكسيك ومؤذي كده هي مش عايز تمشي ليه؟